هنبدأ بقى نتكلم عن أهمية استخدام السوشيال ميديا في الاستهداف. كلنا عندنا سوشيال ميديا، كلنا عندنا اكونت على فيسبوك وانستجرام، ولكن لما هاجي اعمل ماركتنج مش هعرف اعمله على الاكونت بتاعي، هروح اعمل الماركتنج ده على بيج، هعمل صفحة او هعمل اكونت انستجرام بروفيشنال احترافي عشان اقدر اعمل عليه اعلانات ممولة. ده اللي بيفرق ما بين البيج وما بين الاكونت الشخصي بتاع حضرتك. الاكونت الشخصي انت بتبعت لي منه اد، انا بقبل الاد وبالتالي بنكون عند بعض في الفريند، ولكن الصفحه انت بتعمل لي فولو، بتعمل لي لايك، بتتابعني، ولكن احنا مش متابعين بعض او مش عاملين لبعض اد ريكويست زي الصفحه. ده اول ميزه. تاني ميزه ان الاكونت العادي بتاعنا ده بيشيل لحد 5000 فريند بس، يعني بعد ال 5000 فريند ما ينفعش حد يبعت لك، ولا انت هتقدر تقبل اي اد من اي حد، وهيكون مطلوب منك ساعتها انك تقفل الاد خالص وتحول الاكونت ده لحاجه اسمها فولو. لكن صفحه الفيسبوك عادي جدا جدا ان الصفحه يكون عليها مليون، 2 مليون، 3 مليون، فعدد الفولور فيها مفتوح غير الاكونت الشخصي. ثالث ميزه للصفحات او الحسابات البروفيشنال هي التمويل. وجود زرار ترويج المنشور او وجود اوبشن ان انا امول البوست بتاعي واعمل اعلان ممول. ايه بقى اللي بيميز الاعلان الممول عن اي طريقه تانية في الماركتنج او ان انا انزل بوستس وخلاص ومش مهم ان انا امول وادفع فلوس؟ رقم واحد، اهم حاجه هو ان الفيسبوك عن طريق الاعلان الممول بيقدر يوصلك للعميل المستهدف. والله انا البرودكت اللي ببيعه محتاج بنات بس، فانا بقول لفيسبوك وانا بعمل الاعلان انا عايز استهدف البنات بس. طيب انا المنتج اللي ببيعه بيستهدف البنات اللي سنهم من 18 سنه لحد 25 سنه، فبقول له انا محتاج استهدف السن ده بس. طيب محتاج ان انا استهدف مناطق معينه زي الجيزه، القاهره، حلوان، اكتوبر، هي دي المناطق اللي انا محتاج استهدفها. يعني ده معناه انك مش عايز توصل في اي حته ثانيه، لا انا محتاج المناطق دي بس، فهقدر اظهر اعلاني في المناطق اللي انا محتاجها. طيب لو انا محتاج استهدف المحافظات كلها برضو ده اوبشن عادي اقدر اعمله.